طيب خليني أنا بس هلأ قربها بمثال، لأنه العرعور شوية مسخر على هيدا الروايات، شوي بدي أعلق أنا تعليق بين هلالين وأنا مؤدب إن شاء الله تعالى، بس ما بعرف أمتى بيفلت لساني، ما بعرف. شوفوا أنتوا الآن العرعور بيقبلها على نفسه بساعة واحدة بلحظة واحدة. العرعور على قناة صفا هو جنابه بيقبلها على حاله، يظهر في كل بيت بشرق الأرض أو بغربها. بأبيجان بكل بيت العرعور موجود، على كل شاشة موجود عرعور يا إخوان على نحو التجلي، يظهر بكل بيت، مع أن العرعور صنع في السعودية وعند الوهابية، ولا يقبلها على علي أن يظهر في كل آن وفي كل مكان على نحو التجلي. العرعور يتجلى في كل بيت، ولا يقبل على علي أن يتجلى في كل بيت، مع أن العرعور صنع عند الوهابية، أما علي صنع عند الحضرة الربوبية، لقوله عليه السلام: يا معاوية أما بعد فإنا صنائع الله والخلق بعد صنائع لنا. محمد وعجل فرجه والأن أخداءه. العرعور بيقبلها على نفسه، يكون يتجلى، ينبسط في كل بيت له صورة العرعور، ويرون لحيته كإلية المعزة حمراء، ولكن لا يقبلها على حضرة أمير المؤمنين أن يتجلى في كل بيت صلوات الله عليه. يقبلها على نفسه، ولا يقبلها على نفس الله أمير المؤمنين عليه. بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. مظلوم أمير المؤمنين، والله مظلوم. صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. يا إخوان، الله جعل وسائط في هذا الوجود، أن واسطة مادية مكانية مثل الكعبة، مثل مقام إبراهيم. الله يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم ماذا؟ مصلى. شو مقام إبراهيم؟ مدفون هناك إبراهيم؟ كلا، وإنما مكان ما وطأ إبراهيم بقدميه. الله ماذا قال؟ اتخذوا من هذا المقام مصلى. فالكعبة ومقام إبراهيم واسطة مكانية، ليلة القدر واسطة زمانية، الصلاة واسطة عملية. نحن عندنا واسطة نورانية، هي عبارة عن 14 نورا، محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإياك بالك مولانا الظن، إياك بالك الظن أننا نتخذهم من دون الله والعياذ بالله، أو نتخذهم مع الله والعياذ بالله، وإنما نتخذهم وسائط إلى الله. الخالق هو الله، لكن هم واسطة في فيض الخلق. الرزاق هو الله، ولكن هم واسطتنا إلى الله في مقام الرزق، وهكذا. الله الغفور، الله الودود، لكن هم واسطتنا إلى الله تعالى. طب هذا القرآن يقبله أو لا يقبله؟ شو بتقولوا؟ يقبله القرآن أو لا يقبله؟ هذا في سورة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. هذا نبي يعقوب، ما لهم لا 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 هذا الشرك، هذا كفر. كان بعض نائس عدنان العرعوري يعلم النبي يعقوب، يقول له لا يا يعقوب انت وقعت بالشرك وسكت. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. ما لهم لا لا هذا الشرك، اطلبوا من الله تعالى. شو قالهم؟ قال سأستغفر لكم ربي. هو واسطتهم إلى الله تعالى. في سورة البقرة آية 60، وفي سورة الأعراف آية 160
الله تعالى يقول انه ما استسقوا لله بنو اسرائيل، استسقوا موسى سلام الله عليه. ما لهم موسى لا هذا كفر، اطلبوا من الله. واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه، ما قال القرآن استسقانا قومه. يا عرعور فتح دينيك، ما تخلي الشيطان يلعب لك بدينيك يا عدنان العرعور. اسمع الآيات، هاي حجة عليك أمام الله يوم القيامة أنك تتطاول على مراجع الشيعة وعلماء الشيعة وفقهاء الشيعة وكتب الشيعة وكاف الشيعة وبحار الشيعة. القرآن يقول وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مأكلهم ومشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا قرآن، هذا عيسى بنص القرآن. عيسى ما استنصر الله يا شيخ، اقرأ القرآن أخي. قال من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله. طيب هذا القرآن في سورة التوبة شو بيقلنا يا إخوان؟ يجاوبني عدنان العرعور، أنا عبكرة بدي أعمل وهابي أنا والسيد منصور مع بعض. شو بتقول الآية؟ يجاوبنا عن هاي الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. شو بتقول الآية؟ واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ليش ما طلبوا من الله؟ بدهم الله بس مباشرة يستغفروا الله. ليش واستغفر لهم الرسول؟ لوجدوا الله توابا رحيما. ما لهم هذا لا شرك كفر. لوجدوا الله توابا رحيما، أنهم توسلوا بالنبي حتى الله تعالى يستغفر لهم ذنوبهم. وامشي بالقرآن قد ما بدك عشرات الآيات يجاوبونا ونحن ممنونين. بس التهريج لماذا؟ نحن ألعن من اليهود بتعبيرهم، لماذا؟ نحن ألعن من النصارى، لماذا؟ هل لأننا نتخذ شفعاء إلى الله؟ نحن نتخذهم شفعاء ووسائط لا لذواتهم، وإنما لأنهم مظاهر الحق في الخلق. هم مظاهر الله، مظاهر عظمة الله، معادن رحمة الله، مهابط وحي الله. نقرأ في الزيارة الجامعة بكم ينزل الغيث، بكم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، بكم فتح الله. مين اللي فتحهم؟ لا الله فتح بس بهم. بكم فتح الله وبكم يختم، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. بس بدي أسألكم سؤال، بتعرف العرعور ليش ما بيقبل هيدي المقامات لأهل البيت وما بيطأطئ راسه انحناء لمقامات أهل البيت؟ مين بيعرف ليش؟ هذا سؤال لكم. لأنه مش شريف. اسمعني شوي حاج عبد الله. لأنه ليس ماذا؟ ليس ماذا؟ ليس شريفا. وإلا لو كان شريفا نقرأ في الزيارة الجامعة يا آل محمد طأطأ كل شريف لشرفكم. فالعرعور ليس شريفا. عبد الرحمن دمشقي ليس شريفا. عثمان الخميس ليس شريفا. لماذا؟ لو كان شريفا لطأطأ لهم، لكن لما لم يطأطئ فهو ليس شريف. طأطأ كل شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لعظمتكم، وذل كل شيء لكم، وفاز الفائزون بولايتكم يا آل محمد، وأشرقت الأرض بنوركم. فإذا ليس شريفا. وإلا لو كان شريفا لطأطأ، لأنه طأطأ كل شريف لشرفكم.
بس لما ما إلوا الشرف الاتصال بشرفهم لم يطأطئ لشرفهم، فكان مع شرف غيرهم إن كان هناك شرف لغير آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بأبي أنت وأمي يا علي.